يوم 1 نوفمبر هيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير اللي هو أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، الحضارة الفرعونية. وده اللي بيميزه إنه بيضم 100,000 قطعة أثرية كلها أصلية من الحضارة الفرعونية والبلد اللي فيها المتحف، عكس متاحف كبيرة في العالم فيها آثار مسروقة من بلاد تانية. فمصر ليها 2 مليون قطعة أثرية مسروقة أو متهربة ومتباعة في متاحف حول العالم، لأن أي احتلال كان بيجي مصر كان بينقل الآثار اللي موجودة أو اللي بيكتشفها لبلده، زي حجر رشيد في المتحف البريطاني، وتمثال لرمسيس الثاني في متحف اللوفر في فرنسا، وراس نفرتيتي في متحف برلين في ألمانيا. فميزة المتحف المصري الكبير إنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة. ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات. طب فكرة المتحف جت منين؟ المفارقة هنا إن فكرة المتحف كانت صدفة. صاحب الفكرة وزير الثقافة المصري فاروق حسني، بيحكي إنه كان بيشوف المتحف المصري اللي في التحرير الآثار اللي فيه متكدسة، فكان بيفكر ينقل جزء منه لمكان تاني أو يرممه ويوضبه، بس التماثيل اللي فيه ضخمة فصعب ينقلها، فكان الموضوع شغله بس مش لاقيله فكرة مناسبة. لحد ما كان في زيارة في باريس سنة 1992، ورئيس معهد العالم العربي في باريس عزمه، بعتله دعوة على الغدا، وكان قاعد معاهم صديق مشترك معماري إيطالي اسمه فرانكو بيراريتشي. فرانكو سأله بتعملوا ايه في المخزن بتاعكو ده؟ فاروق حسني قال له مخزن ايه، قصدك اللي في التحرير؟ قال له ايوه، قصده على المتحف المصري اللي في القاهرة. فاستفزته كلمة مخزن دي، فقال له انت مش عارف احنا هنعمل اكبر متحف في العالم. فقال له هتعملوه فين؟ قال له جنب الهرم. وهو ساعتها ما كانش عنده فكرة ولا عنده خطة للمتحف ده، بس كلمة مخزن غاظته وكان عايز يرد عليها. ففرانكو الإيطالي قال له لو عملته أنا مستعد أجيب لكم تمويل من رئيس الوزراء الإيطالي ساعتها اسمه جوليو أندريوتي، لأنه كان صديقه وعلاقته بيه كويسة. ففاروق حسني راح كلم مبارك وعرض عليه الفكرة، بس مبارك قال له هتعمله ازاي وهتجيب فلوس ليه منين؟ فقال له الأعمال العظيمة بتلاقي تمويل. ونزل بعدها مبارك والمشير طنطاوي وفاروق حسني يختاروا المكان اللي ينفع يتبني عليه المتحف. ومبارك ساعتها اقترح مكان على تلة مرتفعة عشان واجهة المتحف كلها تطل على الأهرامات. وقعدوا عملوا دراسة جدوى في إيطاليا خدت 4 سنين، واتكلفت 5 مليون دولار وقتها، وخد تمويل من اليابان 300 مليون دولار، وحطوا حجر الأساس سنة 2002. وعملوا مسابقة دولية لتصميم المتحف وشارك فيها شركات عالمية كتير. والتصميم الفايز للمتحف كان من مكتب أيرلندي اسمه هينيجان بينج أركيتكتس. قدموا تصميم عبقري مبني على فكرة إن أشعة الشمس اللي بتمتد على قمم الأهرامات التلاتة تتجمع عند نقطة واحدة. النقطة دي هي موقع المتحف. وبنوا الأساسات بتاعة المتحف بتمويل ودعم فني من اليابان، ونقلوا تمثال رمسيس الثاني للمتحف سنة 2006. بعدها بنوا مراكز الترميم والمخازن الذكية في المتحف وافتتحوها في 2010، بس اتوقف المشروع في 2011 ورجعوا كملوه تاني لحد ما اكتمل المتحف نهائي في 2021 بتكلفة أكتر من $1,000,000,000. والافتتاح دلوقتي يوم 1 نوفمبر. طب اشمعنى يوم 1 نوفمبر بالذات هو يوم الافتتاح؟ لأن شهر نوفمبر ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في نوفمبر 1922. عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر اكتشف مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك، اللي أول ما شافها قال جملته الشهيرة I see wonderful things. والمتحف بيضم المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون، أكتر من 5398 قطعة أثرية. فالقاعة بتضم كل مقتنيات توت عنخ آمون في مكان واحد لأول مرة في العالم. المتحف مبني على مساحة 490 ألف متر مربع تقريبا. الواجهة والبوابات معمولة من الحجر الجيري المصري المستخرج من نفس نوع الحجر اللي استخدمه الفراعنة في الأهرامات زمان، على شكل مثلثات شفافة بتدي لون ذهبي. أول حاجة بتشوفها بعد دخولك البهو الكبير تمثال رمسيس الثاني الضخم اللي وزنه أكتر من 80 طن في مدخل البهو الكبير، كأنه هو اللي بيستقبل الزوار. والسلالم الكبرى اللي بتوصل ل 12 قاعة رئيسية
على مساحة 18,000 كيلو متر مربع. بعد كده متحف الأطفال، والمتحف بيعرض الآثار والتماثيل بتقنية اسمها الواقع المختلط. دي تكنولوجيا لما تلبس نظارة الواقع المختلط تشوف العالم الحقيقي قدامك، بس متضاف عليه عناصر رقمية من لون أو صوت أو إضاءة أو رسوم متحركة 3D، بتشوفها وتتفاعل معاها كأنها حقيقية. يعني مثلا لو قدامك تمثال ولبست نظارة الواقع المختلط بتوريك التمثال بلونه الأصلي زمان في زمنه، أو شكل الملك وهو بيتحرك وبيتكلم كأنك في الماضي فعلا، أو تظهر معلومات رقمية مكتوبة تحكي لك تاريخه واتصنع ازاي، أو تشوفه مشهد يمثل لك الحياة في مصر القديمة حواليك بالكامل. فالمتحف بيقدم لك تجربة كأنك بتسافر عبر الزمن. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.